السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شوفوا بقى، دلوقتي انا هجهز وهاخدكم معايا في مكان ولا اروع. ما تيجوا نشوف. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ اخبار حضرتك ايه؟ بص بقى، انا النهارده جايه يعني علشان يعني بص، المكان بصراحه جيت قبل كده كذا مره، ويمكن اللي جربتها من الحاجات اللي عندكم الكتير ما شاء الله اللهم بارك، يعني اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، شوكولاتات بقى وفواكه مجففه، بس هم يعني ايه مخبيينها عشان حسد. والكاندي، شايفين الجمال؟ المكان ده بصوا يعني بجد مكان احلام اي بنوته، عشان انا عارفه انه يمكن الشباب مش قوي ليهم في الحاجات دي، بس احنا كبنات المكان ده بالنسبه لنا يعني بصوا خيال. لا وليه كمان اهو في عاملين هنا زي كورنر كده للكوفي بكل انواعه ما شاء الله، والايس كريمات بصوا كل الالوان كل الاطعمه. عايزه اقول لكم بقى ان الايس كريم ده مش زي اي ايس كريم ممكن تكونوا دقتوه قبل كده في حياتكم، لان دلوقتي احنا هنتعرف طبعا على طعم عشان لما تيجوا ما تبقوش مكسوفين. وهقول لكم على حاجه، انه من حق اي حد يدوق 3 اطعمه، ودي حاجه عرفتها بعد زيارتي للمره ال5. تمام؟ فيعني اول ما تيجوا هنا يا استاذ محمد تقولوا له على طول لا عايزين حقنا في ال3 مرات اللي احنا ندوق. يعني احنا عملنا اختراع جديد اللي هو البوبا، مش بتتعمل في عصير بس. دي في منها التوت الازرق، في منها كوفي القهوه. البوبا دي بتتحط مع الايس كريم، تمام. بدل ما هي كانت بتتحط مع ايه؟ مع العصير. طب انت ما قلتلناش عليها دي على فكره، يعني بص كده احنا لينا عندك حق عرب. معلش. تمام. طب ممكن بقى تعرفنا كده على الاطعمه اللي عندك؟ عندي ليمون ايطالي، موكا، شوكولاته موندو، ليمون ساده، كراميل بيكان، شوكولاته تويكس، كركديه، شوكولاته جلاكسي. كركديه؟ حتى الكركديه عملتوه ايس كريم؟ ما شاء الله. في شوكولاته بلو بيري اللي هي معلش ايس كريم بلو بيري اللي هو التوت الازرق. في عندي بيستاشيو، في فراوله، في شوكولاته دارك، في اوريو، فانيليا اوريو، في كنتالوب، في فانيليا، في شوكولاته نوتيلا، في شوكولاته اوريو، في شوكولاته جالاكسي، في شوكولاته فليكس، في شوكولاته نوتيلا، وفي عندي بيستاشيو اللي هو بالشوكولاته والمكسرات. ما شاء الله. يعني بص كل الحاجات يعني من اسمها كده تشهي. طيب هو دوت المفروض ان هو المنيو مش كده؟ طيب بصوا يا جماعه برضو بصه سريعه على المنيو. طبعا انا عارفه ان كل الناس دلوقتي عماله تقول ها بكام، يعني الكلام اللي انت عماله تتكلمي فيه ده والحاجات الجامده دي بكام. فانا هسيب لكم بقى استاذ محمد في اخر الفيديو يقول لكم اسعار المولات عنده عامله ايه. وعندي بطيخ، فراوله، رمان، زبادي توت، زبادي فراوله، لبان عالي، لبان ايطالي، توت حليب، كندر، لبان كندر، تين شوكي. عندكم تين شوكي؟ ده فين ده؟ لا ده لازم تشاور لنا عليه. لازم تشاور لنا عليه بجد. تين شوكي بالبذر بقى ولا منقين البذر؟ الله ما قلتلناش عليه ده يا استاذ محمد من الاول. بصوا يا جماعه انا كده يعني ايه، بصوا يعني بجد الواحد عشان يدوق كل الاطعمه دي انتوا محتاجين تيجوا شهر هنا كل يوم، والله ما هتزهقوا. تعالوا بقى ننتقل للمنظر الرائع الجميل ده. الاستاذ محمد قال لي احنا عايزين نملى الحاجات عشان تبقى حلوه في التصوير، قلت له لا، يعني لازم الناس تعرف ان هي بتخلص اول باول. دلوقتي احنا بنعرف في المكسرات عامه اللي هو الكاجو، عين الجمل، انا شايفه حاجات غريبه. عندي اول حاجه هنا المكسرات بجميع انواعها واطعمها، وعندي فول سوداني مش فول سوداني مقشر،
عندي فول سوداني اللي هو اطعمه. تمام. عنده جبنه، كاتشب، بابريكا. في فول سوداني اللي هو مدخن. فول سوداني ده. مدخن؟ مدخن. ده ايه بقى يعني؟ ايه الفول السوداني المدخن ده؟ فول سوداني مدخن ده اللي هو طعمه زي حاجه مدخنه. يعني هو في طعم الدخان. هو شكله غريب جدا، انا اول مره اشوفه يا جماعه، شكله احمر ناري كده. ف لا برضو ان شاء الله باذن الله هنجرب. ايه بقى الحاجات الرفيعه دي؟ ده لب مقشر. لب مقشر. جبنه وفي بابريكا في كاتشب. وده لب متحني ده ولا ايه؟ عشان انا بص كده. السود اللي هو الاسود اللي هو السود اللي بتشتري من العطار. اه. احنا عملنا منه ده اطعمه. في منه حار، كاتشب، بابريكا، وجبنه. ما شاء الله. طب والحاجات اللي هي الشبه الصدف دي ايه؟ دي بقى اسمها مقرمشات صيني. مقرمشات صيني. في منها مقرمشات صيني وفي منها صيني سادة. اه. ده بقى عين جبل ني. اها. ده ضرب المكسرات. عين جبل ني بكام؟ كاجو ني. كاجو ملح. كاجو مخلط جبن. اها. كاجو مدخن. عندي بقى الفستق نوعين. نوع امريكي ونوع ايراني. النوع الايراني في منه ملح، في منه ليمون. والنوع الامريكي في منه ملح وليمون برضه. ما شاء الله ما شاء الله. رز ني، رز مدخن، رز ملح، رز ليمون. لو كلهم محمصين. في واحد بس هو اللي هنا وده الني. في كاجو ني اهو. وده الكاجو اللي هو الكبير. اتكلمت فيه ده كاجو وسط. الكبير ده فيه منه مدخن وملح. طيب نيجي بقى للسؤال اللي كل الناس اكيد مستنياه، وهو لو انا بقى زبون دخلت لك، وعلى فكره يا جماعه يعني يمكن السؤال ده سؤال يعني بصوا كده اهو لايف، يعني انا ما اتفقتش معاه عليه والله ولا حاجه. لو انا دخلت لك وقلت لك انا عايزه ادوق كل الكلام ده، مسموح ليكي تعملي كل حاجه؟ لا مش ان انا يعني ادوقه كده، انا عايزه اخد مثلا عبوه او كميه فيها كل الكلام ده. عملناها برضه، ده حاجه ما تتناقش اهي بشكل. الله والله ما كنت شايفاها، يعني الاختراع ده كان وقتي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انتوا مفيش حاجه ما فكرتوش فيها، ما شاء الله اللهم بارك. بكام بقى دي 100 مكتوب عليها السنه من تحت 130. دي 100. ما شاء الله ما شاء الله، بجد بجد يعني بجد الفكره نفسها عجباني. انا سمعت ان انتوا ليكوا فروع. هنا 8 في اسوان، فرع هنا في الاقصر، فرعين في القاهره. ما شاء الله، يعني يا رب مزيد من التوسع في كل الجمهوريه. عايزين بقى نعرف اسعار البولات بتاعت الايس كريم. تعال اتفضل معايا. هنا على كل طعم هتختاريه البوله الصغيره دي 35. تمام. اهي. والبسكوته اللي هي دي لو عايزه بسكوته هتبقى 35. تمام. 40 معلش. تمام. من الناحيه الثانيه على كل طعم هتختاريه البوله الصغيره ب 30 ولو بسكوته 35. تمام. بص يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، بس بجد بجد الشوكولاته احنا كنا هننساها. ده انا كنت هشكرك دلوقتي، بس احنا هننساها. نشوف الشوكولاتات وبعدين بقى ايه. ها دي شوكولاته اللي هو شوكولاته رشا، ده الكيلو بتاعها ب 470. وينفع ناخد بالقطع عادي؟ ينفع جدا. يبقى القطعه بقى بكام احنا؟ القطعه الواحده بتكون عامله 10 جنيه. تمام. على حسب النوع، مثلا بيكون في قطعه ب5 وفي قطعه ب10. ايه كمان؟ كله نفس الموضوع ولا؟ في اللي هو ده القطعه بتاعته ب10، ده الكيلو بتاعه ب 500، اسمها شوكولاته رشا. لا دي شوكولاته بيضاء ودي شوكولاته رشا. تمام. كل ده الكيلو بتاعه ب 500. واللي تحت الكيلو بتاعه ب 470. دي بقى غيرهم خالص، اللي تحت خالص دي ميجا، شوكولاته ميجا الكيلو بتاعها ب 300. واللي تحت زيه برضه ميجا. ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا يا جماعه، محدش يتكسف ويقول ايه يا عم المحل شكله غالي، يا عم معرفش ايه. بصوا يعني الفقير هياكل ويدوق والغني هياكل ويدوق. الكاندي عندنا الكيلو بتاعه ب 400 جنيه. الكاندي تمام زي ما انت عاوزه، في من 50 و30 وطالع. ما شاء الله بجد. يعني بصوا الحاجات بجد مغريه.
طب انتوا بتقفلوا بقى الساعه كام عشان لو واحد عايز يجي بعد ما تقفلوا؟ الساعه 2. يا بص يا جماعه، اي حد عايز يجي، يعني هما بيقفلوا الساعه 2، فاي حد عايز يجي ياخد ببلاش، يجي بعد الساعه 2، يجي 2 ونص. لو تمام. عايز قهوه فكره مستعجله معانا المكنه القهوه ما نسيناهاش برضه. خلال دقيقتين بس بتكون عملت القهوه، دقيقتين بس. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد والله فكرة المحل تحفة. انا بجد بشكركم قوي ان انتوا جيتوا الاقصر، لان احنا بجد يعني بنبقى محتاجين افكار حلوة كده ومشاريع حلوة كده، عشان دايما الصعيد مهمشين، فلا احنا مش عايزين نبقى مهمشين بقى. شكرا ليك يا استاذ محمد، وان شاء الله باذن الله يعني بص في 10,000 حد هيجي لك. ماشي، السلام عليكم.